بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وكل حبايبنا طيبين في كل مكان. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام، كده حاجة في منتهى الجمال. بلح الشام الاقتصادي اللي من غير بيض. طبعا احنا عارفين أسعار البيض دلوقتي، وحابين ان احنا نوفر فيه ما يبقاش زيت وبيض. وطبعا والله ان بلح الشام ده ما شبش ولا نقطة زيت أقل من اللي أنا حطيتها في الطاسة. يعني ما شربش معايا زيت وما حطيتلوش بيض، وهيديكي نفس قوام وشكل البلح الشام اللي بالبيض. معايا الشربات بتاعه كوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية، عصرة ليمونة، رشة فانيليا. السكر الشربات بتاعه تقيل وبارد. بدأت بيه الأول عشان طبعا يبرد معايا، ما ياخدش معايا وقت ويكون دافي. احطه كده على النار ياخد 6 دقايق وبعد كده اطفي عليه. معايا مقادير بلح الشام الأساسي بقى. معايا 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات دقيق أبيض متعدد الاستخدامات. أي نوع دقيق متوفر عندك استخدميه. بنخله كده، أنا طبعا جايباه ومتأكدة ان هو نضيف، بس طبعا تأكيدا ان لازم يكون الحاجة اللي انا هعملها اكون مطمنة ان هي تكون نضيفة. بنخل كوباية بكوباية كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده انخلها احطها كده على بعضها، وبعدين نكمل بقية المكونات بتاعتنا. مكونات سهلة جدا متوفرة في كل بيت، يعني مش هتشتري حاجة من بره. لو مش متوفر عندك دقيق هتجيب نص كيلو من الدقيق، هتاخدي منه حوالي 3 كوبايات، ونص كيلو بيبقى فيه 4 كوبايات، تاخدي منه 3 كوبايات، عليهم نص كوباية من النشا. هنخله برضو على الدقيق كده، نشا الابيض او النشا الذرة. وبعد كده نحط عليه 3 معالق كبار من دقيق البسبوسة. لو مش متوفر عندك ممكن تستغني عنه، بس يعني استحب انت تحطي رشة من الملح. دول 3 معالق من دقيق البسبوسة. انا بعاير بالمعلقة بتاعت الاكل عادي اهو زي ما انتوا شايفين كده. دي 1 2 والتالتة معايا كده، يبقى كده تمام. معايا برضو سكر، هنحط حوالي 3 معالق كبار برضو، حطيت تقريبا 4. ورشة من الفانيليا عليهم، مش عارفة انا حطيتها معاكم ولا ايه، بس تحطوا رشة من الفانيليا كده تمام. هنيجي بقى على النار، انا قلبت المواد الجافة كلها كده مع بعضها. هنحط بقى المواد السايلة. عفوا، معلش بقى البرد مأثر علينا اليومين دول، فعفوا بقى على الصوت بتاعي، ادعوا لي بالشفاء. حطيت حلة على النار فيها 3 كوبايات من المية، وعليهم 3 معالق كبار من الزيت برضو، و3 معالق من السكر. انا مش هسيب المية تغلي معايا، لو انت عايزة المية تاخد غلوة بس وتروحي نازلة عليه بالدقيق مفيش مشكلة، هي كده او كده هي شغالة معاكي العجينة وهتبقى زي الفل. انا حطيت 3 كوبايات ونص من المية، عليهم 3 معالق كبار من الزيت، 3 معالق كبار من السكر، رشة فانيليا. ونحط بقى المواد السائلة زي ما انتوا المواد الجافة زي ما انتوا شايفينها كده، ونقلب كده بمعلقة خشب كده تكون يعني جامدة معاكي، وتستعملي قوتك كلها. يعني انت كنت لو انت بقى صاحية من النوم وهتعملي بلح الشام ده، يعني طلعي كل الطاقة اللي فيكي في الوقت ده، لان هي بتاخد وقت شوية او بتاخد مجهود على ما بتتجانس المكونات مع بعضها. الشربات زي ما انتوا شايفينه كده على النار، انا سبته حوالي 3 دقايق 6 دقايق يغلي، معلش بقى لخبطه بقى الصيام مقصر، فالحمد لله. نسيبه 6 دقايق على النار، وبعد كده هتطفي عليه وتسيبيه بقى يبرد خالص، وبعد كده هتستعمليه لحد ما تيجي تقلي هيكون شغال معاكي تمام. يعني ابتدي بالشربات بتاعك قبل ما تستعملي اي حاجه في المكونات اللي انت هتستعمليها عشان يبرد معاكي كويس. كده تمام. زي ما انتم شايفين كده العجينة ما شاء الله بالمعلقة الخشب، لازم انت بشغلها بمعلقة خشب علشان ما تاخدش معاكي يعني وقت، والمجهود بتاعها يبقى قوي معاكي وتعرفي تقلبيها كويس. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها، هي كانت سخنة بجد، يعني الحتة اللي كانت جت على صباعي فبجد كانت لسعتني، فلازم تكوني مستعملة يعني أداة تكون يعني عازلة للحرارة.
انا دلوقتي سبتها لما هديت شويه وبحاول ان انا ابرد بيها بايدي كده. لو انت عايزه تحطها بقى في عجان او تسيبيها كده مع نفسها تغطيها وتسيبيها مفيش مشكله. انا بحاول ان انا ابردها كده اقلبها بايديا كده يمين وشمال، هي كده حوالي ان هي بردت شويه وكده بقى بردت خالص. فانا جبت بقى كيس السيليكون بتاعي او الكيس اللي هو الحلواني، حطيت فيه البلح الشام بتاعي او عجينة البلح الشام، فهحطها كده فيه عشان بقى نقليه على النار. بس اهم حاجة ان انت ما تقلوش غير لما يبرد معاكي خالص. هو بقى اللي هيحتاج بقى ان انت تخمري ولا يحتاج اي شغل تاني معاكي خالص، هو كده تمام وهيبقى زي الفل ما شاء الله. شايفين الشكل بتاعها جميل جدا وتحفة. معايا كده زيت على النار، اهم حاجة يكون الزيت ده غزير شوية ويكون سخن، عكس اللي احنا هنحط له بيض. اللي بيتحط له بيض بيكون الزيت بارد وتشتغلي فيه وهو بارد قبل ما تحطيه على النار تقطعي فيه. انما اللي هو من غير بيض الاقتصادي ده يكون الزيت سخن شوية علشان طبعا ما فيش فيه بيض ما ينفخش معاكي ويفتح معاكي في الزيت. انا عملت شوية كده بالزيت وهو كان بارد، حسيت ان هو فتح معايا وما كانش شكله لطيف. انما وهو سخن هيديك الشكل بتاعه نفس التقطيعة بتاعتك، وهيبقى نفس الشكل والقوام بتاعه. هو مش هيزيد طبعا زي بتاع البيض. بتاع البيض طبعا بيبقى يديكي انتفاخ شوية عن الشكل بتاعه وهو متقطع، فده بعكسه طبعا ده اقتصادي وبنفس النتيجة. والله كان مقرمش وكان طعمه زي الفل. ما تحاوليش ان انت تقلبي فيه وهو لسه هو لسه طري علشان ما يتفتحش منك او يبوظ منك هو في النار. ده تقريبا اول دور انا حطيته، كان الزيت لسه ما سخنش، فحسيت ان هو كان ادانا تفتيحه بسيطه كده. بس بقيت ما شاء الله بلح الشام كان زي ما هو زي الفل، ما جرالوش اي حاجه. حاول ان انت يكون الزيت بتاعك سخن ويبقى درجه الحراره بتاعتك عاليه شويه عن اول مره. كده ما شاء الله الشكل بتاعه واللون بتاعه جميل جدا. يعني انا طلعته يعني لونه ذهبي فاتح شوية علشان طبعا بتحط عليه الشربات، او ما تحطيه في الشربات بيبقى بياخد لون اغمق شوية. معايا بقى كده المقص بقطع على طول، يعني بدي بلة بسيطة للمقص كده في الزيت واروح مقطع. المقاس طبعا اللي انتي حباه او المتاح ليكي، يعني حجم البلح الشام ده يعني اختياري او حسب الذوق بتاعك، كبيرة صغيرة المتاح ليكي انتي تعملي الشكل المناسب ليكي. حابة انتي تعملي اعملي. مقاديره سهلة جدا بسيطة قوي، مش واخدة معاكي وقت خالص ولا مجهود والله، وحاجة كده في منتهى الجمال. نفس القرمشة ونفس الشكل والقوام بتاعه جميل جدا، مقرمش من بره وطري جدا من جوه، حاجه كده ما شاء الله ملبن وطعم جدا وريحته كانت في منتهى الجمال. اهم حاجه الفيديو يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك. انا كنت